السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما أساء ماكرون لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، رأينا ملايين البشر من المسلمين يدافعون عن نبيهم، وكانت الكويت الشامخة في مقدمتهم. واليوم يخرج علينا فارسا مغوار عرفناه في الشدائد والأزمات، محمد أبو تريكة، صاحب الأخلاق العالية، ليدافع عن رسول الله ويرد على ماكرون. تخش انت في هذا الشرف ان انت تتضامن. عشان كده انا بدعي الناس قاطع المنتجات الفرنسيه الا النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول لك المقاطعه هتجيب مفعول، هتجيب مفعول طبيعي جدا. النهارده رد فعل الوزير الخارجيه الفرنسيه يقول لك ايه؟ لا الا المقاطعه. طالما هو بيخاطبك بالمال، خاطبه بالمال، لان العالم دلوقتي ما بينفيش الا هو المصلحه العامه، مصلحته. لا تعالى الا النبي صلى الله عليه وسلم. الا احنا مش بنقول الارهاب مرتبط بحاجه بديانه معينه ولا ايديولوجيه معينه، احنا لا ضد التطرف، انما اسلامنا اسلام معتدل، وما فيش خطاب ديني حديث ولا خطاب ديني قديم. لا، الاسلام واحد، منهج واحد، حاكم الشخص على تصرفه، ما تحكمش على المنهج. المنهج ثابت والمنهج نازل من عند ربنا سبحانه وتعالى. الافراد في بعض الاحيان تصرفاتهم بيبقى خاطئه، احكم على تصرف الشخص وليس المنهج، والا النبي صلى الله عليه وسلم، والا ديانه الاسلام. لان احنا زي ما بنحترم الاديان الاخرى لازم تحترمنا. طالما انت هتحكرنا بالمال وخصم مال وبتاع، لا تعالى قاطع المنتجات الفرنسيه، قاطع كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسيء للاسلام، لان احنا عندنا دين وعندنا قوه. احنا بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى وردة فعل الشعوب وليس الحكومات، لان في فارق كبير ما بين الحكومات والشعوب.